صباح ومساء شريف على جميع. دعت لي سؤال من حد بيقول لي: ايه اكتر درس اتعلمته في الغربة؟ انك تعمل رحمة، وبالذات في الظروف وفي التوقيت لما الغربة تقسى. تستغربون الغربة ما بتقساش من الغريب، بتقسى من الناس اللي كانت قريبة مننا، الناس اللي كانت بينا وبينهم محبة ومودة وبتعمل معاهم كل حاجة حلوة وبتخدمهم وبتساعدهم. فلما الدنيا تقسى عليك اعمل رحمة. أول حاجة تيجي في بالك إنك تعمل رحمة، تساعد الناس اللي لسه جاية، اللي متخبطة مش فاهمة كتالوج البلد الغريب ده إيه. وجههم، ارشدهم، ساعدهم، هات لهم الحاجات اللي هم عايزينها بشكل أو بطريقة توفر عليهم. انصحهم بالحفر اللي انت وغيرك وقعتوا فيها عشان ما يقعوش هما كمان فيها. لما الدنيا تتشد عليك والغربال يشد في الغربة، ساعد واخدم وارمي خيرك على وجه المياه، يعني ما تنتظرش مقابل، لأن العشم في البلد دي معدوم. الصدمة مش في الناس اللي وجعتك ولا ضايقتك ولا أذتك، الصدمة في الناس اللي ساعدتك وقفت معاك وانت ما كانش في بينك وبينهم أي حاجة خالص. وقفوا وقفة كأن ربنا بعتهم قصاد الرحمة أو الخير أو المساعدات اللي انت قدمتها للناس اللي ما استاهلوش، وطعنوك وغدروا بيك بناس لا بينك وبينهم أي معرفة ولا أي مصلحة ولا أي حاجة، ولقيتهم واقفين معاك وربنا حاططهم في طريقك وبدون ما تطلب. اعمل رحمة وساعد أكتر، تلاقي ربنا واقف معاك أكتر، بيعضدك أكتر. طب واللي أذوك ليهم اللي يأذيهم، وليهم فوقيهم رب يحاسبهم، بس أنت كمل. ليك هدف وليك طريق وليك رسالة تقدمها في المجتمع، كمل. ما تقعش في حفرة الناس دي عشان هم عايزين يجروك وعايزين يشدوك وعايزين يوقفوك. كمل، ولما تكمل انت عارف هدفك ورسالتك ايه، هتلاقي الطريق بدأ يتفتح لك، واللي خسرتهم ما يجوش عشر اللي كسبتهم، واللي اتعلمته اكتر بكتير. التجربة عمرها ما بتكون نتيجتها صفر، التجربة دايما بتطلع بنتائج، ويكفيك شرف التجربة واقف على رجليك وبصحتك عشان تساعد ناس تانية. طب واللي ما تمرش فيهم خلاص، اعمل زي القطر. القطر وهو ماشي وعايز يوصل للمحطة بتاعته بيفوت على مناطق حلوة جدا وجميلة، وبيفوت برضو على مناطق سيئة جدا قبيحة، لا بيقف هنا ولا بيقف هنا، بس بيكمل. ولما بيكمل ويوصل للمحطة بتاعته، ساعتها بيحس ان الرحلة كانت تستاهل، والهدف اللي انت حققته هو كان اكبر رد على اللي كانوا عايزين يوقعوك ويأذوك ويوقفوك. وعيش، حب الناس وعيش، تلقى الناس بيوت فاتحة قلوبها، فوت، حب، ما تتنسيش. دايما الشعار اللي بحتفظ بيه في حياتي وحطه على البروفايل بتاعي: خلقتني إنسانا كمحب للبشر.
بكل أنواع البشر، بكل أصناف البشر، بكل بيئات البشر، بكل تربيات البشر. اللي بيرد المحبة كتر خير، واللي ما بيردش القي خيرك على وجه المياه. لا تنتظر مقابل ولا تتعشم في أحد. المعادلة البسيطة علشان تعيش حياة هادية وطبيعية وبراحة بال وسلام نفسي: ابعد عن العشم في الغربة. اللي عايز يقف معاك هيقف معاك، اللي ربنا بعتهولك هو بعتهولك. اللي بيغلط واللي بيأذي واللي بيعمل هيجيله يوم ويتحاسب على ده، سواء في الأرض أو في السماء. كمل طريقك، انت عارف هدفك ايه وهتوصل. طب لو شعرت باليأس، لو شعرت بقمة اليأس، هي دي اللحظة اللي فيها ما ينفعش تستسلم، لأن اللي هيجي بعد كده سهل. اللي هيجي بعد كده هو الجنة كلها. قمة يأسك وإحباطك واستسلامك دي اللحظة اللي انت فيها لازم تكمل، علشان اللي هيجي بعد كده هيكون أفضل بكتير من اللي فات وحصل. ربنا يسعد الجميع، يوفق الجميع. ما نقدرش نوقف الشر، بس نقدر نعمل الخير. ما نقدرش نوقف المؤذين، بس نقدر نساعد الناس. ما نقدرش نوقف ألسنة القبح والغلط. أفواههم كقبور مفتوحة وبألسنتهم قد غشوا، ولكن نقدر إن احنا نعمل، وبالعمل نوقف ألسنتهم. صباحكم فل.